جماعة احنا بيضحك علينا والله بجد. البهارات اللي احنا بنعملها ليها رونق عالي جدا، ريحة حلوة، طعم جميل، انت ممكن تحس ان انت عاوز تاكل البهارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في محل الشيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل خلطة من الخلطات بتاعتنا. خلطة الكاري. الكاري له طريقتين، اللي هي الطريقة الهندية اللي هي الحارة، اللي هم طبعا الجماعة الهنود بيحبوا الحر جدا، فدايما بيبقى فيها شطة زيادة، بيبقى زنجبيل زيادة، فيها حبهان زيادة. والخلطة الكاري بتاعتنا اللي هي المعروفة بتاعتنا في مصر، بس بصراحة في فرق كبير جدا بينها وبين اللي احنا بنشتريها جاهزة. يا جماعة احنا بيضحك علينا والله بجد. البهارات اللي احنا بنعملها ليها رونق عالي جدا، ريحة حلوة، طعم جميل، انت ممكن تحس ان انت عاوز تاكل البهارات غير اللي انت بتشتريها جاهزة. انا مش بتكلم بقولك ان انا دكتور يعني ولا حاجة، لا والله ابدا، بس الفكرة ان الجماعة العطارين حبايبنا، يعني لو يعمل الخلطة دي والله ما نبخل على حد بحاجة. قول لي واتصل عليا، كلمني واتس، وانا هقول لك الخلطة باسرارها بكل حاجة. مفيش اي حاجة، مش هنختلف. الطعم مختلف، الريحة مختلفة، الشكل مختلف، كل حاجة. دي اللي هي الكاري اللي هي ممكن تتباع عندنا في المحلات اللي هي العادية، ودي خلطة الكاري الهندي. طيب تعالوا الأول نعمل الخلطة ونرجع لكم تاني، نقول المكونات ونرجع لكم مرة تانية. أول حاجة في الكاري الهندي: كزبرة بلدي، حبهان، فلفل أسود، شطة حارة، طبعا الكاري الهندي بيبقى حار، زنجبيل صيني أبيض، حلبة حصى، قرفة صيني. هنيجي بقى لصاحب النصيب الأكبر: خردل وكركم أصفر. العاملين الأكبر الكركم والخردل، بس احنا مش هنحطهم في تركة كده، هنعملها واحنا بنطحن. ان شاء الله ده كده بقى شكل الكاري الهندي. في تركتين حصلوا هنقولهم واحنا بنصور في الاول الحلقة، لان شكل الكاري من غير الطحن حاجة تانية خالص، لكن بعد ما اتطحن وحطينا عليه الخردل والكاري، لا بقى شكل تاني وريحة تانية وجمال تاني خالص. اللهم بارك، ريحته قوية جدا. هنعمل بقى الكاري المصري، ودي اول حاجة فيه: بابريكا، كزبرة، كمون بلدي، صاحب الاسد النصيب الكبير كركم، زنجبيل ابيض صيني، حبهان، توم وبصل شرايح، شمر بلدي، سنة ينسون، خلنجان عقربي، خردل اصفر، حلبة بلدي، قرنفل فصوص، قرفة الكسر الصيني او العود، سنة الملح، وسكر ابيض او بني او قصب. وبكده يبقى احنا خلصنا الخلطة بتاعت الكاري المصري، وهنقول الفرق اللي بينها وبين الكاري الهندي. ده كده الشكل بتاع البهارات قبل الطحن، هنطحنها ونشوف شكلها ايه ان شاء الله. دي كده بهارات الكاري بس اللي هي المصري مش الحارة، ودي بهارات الكاري الهندي. في فرق في الطعم والريحة خالص، مختلفين عن بعض.
هنقارنهم ببعض دلوقتي ونقول ايه الفرق بين الاتنين. احنا كده عرفنا الفرق ما بين المكونات، ما بين الكاري المصري او اللي هو العاده، وما بين الكاري الهندي الحار. التركه اللي كانت موجوده ان احنا ما عملناهاش في وقت الطحن، ان الخردل لازم يتطحن بودر الاول لوحده، وبعد كده احط اللي هي البهارات الحصى، القرفه والحلبه والثوم والكلام زي كده، اطحنه، وبعد كده ارجع احط الكركم بيتحط اخر حاجه علشان يعمل امتزاج ما بين البهارات وبعضها. الكاري بتاعنا مهوش حار ولا حاجه، بيبقى عادي، طعمه حلو وريحته جميله. لو حد محتاج اي كميات تحت امركم، محتاج بهارات ميكس برضه تحت امركم. هنسيب رقم التليفون في الاخر، ونتمنى نشوفكم على خير ان شاء الله تعالى في حلقه جديده من حلقات العشاب الصغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.